أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتنا أسرار التاروت. أعزائنا، الكثير من الرسائل تصلنا على صفحتنا في الفيسبوك أسرار التاروت، يسألون على الطريقة التي يتم استخدامها في الكشف أو الاستشارة الخاصة، وهنا نحب أن نوضح لكم بعض الأمور. في أوراق التاروت الروحانية نستطيع أن نكشف على الكثير من الأمور مثل الصحة، الزواج، الحب، العلاقات العامة، التعب النفسي، التعب الجسدي، السفر، العمل، الدراسة، وكثير من الأمور التي نستطيع أن نكشف عنها ونحاول أن نزيل الغموض والقلق. عزيزي المشاهد، حتى ترتاح وتسعد أيامك. مثال: في الكثير من الأحيان علاقة حب أو خطوبة تستمر لسنوات بدون أن تنتهي بالزواج، ونرى أن البنت تنتظر كثيرا وبدون أي نتيجة ولا تعرف السبب، ولكن عن طريق أوراق التاروت الروحانية نستطيع أن نعرف هل هذا الشخص الذي تنتظره وتضيع سنين عمرها هل هو زوج المستقبل أم لا؟ هل هذا الشخص جاد معها أم لا؟ بهذه الطريقة نستطيع أن نعطي الاستشارة بأوراق التاروت الروحانية لأجل أن تعرف البنت أو الرجل أن يأخذ قراره، أما الاستمرار أو الانسحاب. هذا مثل واحد من عشرات الأمور الذي نستطيع أن نكشف لكم عنها. وكذلك في شيء آخر نحب أن نذكره لكم، وهو أن الأشخاص الذي غير متأكدين من برجهم الحقيقي أو قد لا يعرفون برجهم الحقيقي بسبب السفر أو الهجرة أو أسباب كثيرة، نستطيع وبطرقنا الخاصة أن نعرف برجهم الحقيقي بهذه الأوراق الروحانية، وبهذه الطريقة يستطيعون أن يتابعوا الأبراج مثل الآخرين. للمزيد من الاستفسار ارسل رسالة على صفحتنا في الفيسبوك أسرار التاروت. والآن نبدأ فقرة الأبراج. نقدم لكم أعزائي في هذه الحلقة توقعات برج الحوت لشهر مارس آذار سنة 2017 بأوراق التاروت. عزيزي برج الحوت، هذه هي البطاقة المخصصة لك، وهذه بطاقة العمل. هذه البطاقة جيدة جدا، تدل على الحكمة، على الانفتاح على الآخرين. بشكل عام نرى هذه البطاقة تعني الوفرة في الطاقة والحيوية والانسجام. هناك طاقة يجب أن تستخدمها بشيء إيجابي، وكذلك هناك أشخاص ربما ذو منصب أو ذو مكانة عالية يكون بمثابة المرشد لك، يمكنك الوثوق به والاعتماد عليه، وفي بعض الأحيان قد يكون قاسيا عليك ويعطيك بعض المهمات أو المسؤوليات الإضافية ربما تتطلب منك الكثير أو الجهد أو التعب. فحاول يا عزيزي يا حوت التجاوب معه وتستفيد منه وتنفيذ ما يطلبه منك، فهذا وإن كان قاسيا معك بعض الشيء فإنه في الأخير هذا الشيء لصالحك. أما إذا كنت تبحث عن عمل فهذا هو كارت الإيجابية، فرصة عمل في طريقها إليك، ولكن تحتاج العمل بجهد على تحصيل ذلك وستجني ثمار ذلك. أما المال عزيزي برج الحوت، هناك بعض الضغوط المالية في هذا الشهر، والسبب هو كرمك الزائد الذي تتبعه أو ربما إسراف أو تبذير، فحاول الانتباه من الآن. وكذلك عليك إعادة النظر في الأمور المادية، وربما تحتاج أنت إلى التطوير أو تعلم مهارات في كيفية إدارة المال حتى ترفع من مستواك على الصعيد المادي. كذلك لا بأس باستشارة الأهل والأصدقاء عزيزي الحوت.
أما الحب والارتباط فهذا هاي بطاقة الحب والارتباط بطاقة جدا جدا جيدة. هذا الشهر هو مناسب جدا للحب يا عزيزي يا حوت. هناك وفرة في المشاعر، هناك وفرة بالاتصالات، هناك وفرة بالحب، هناك وفرة بالعلاقات. الكثير يريد التقرب منك في هذا الشهر والأكثر، ولكن أنت قلبك عزيزي الحوت يدق لشخص واحد. بالنسبة للوضع الذي أنت فيه عزيزي الحب يزدهر، الكل يفرح بهذا الشيء في هذا الشهر. أنت الآن وضعك جيد، تستطيع أن توصل رسالة إيجابية ورسالة مفرحة للآخرين. عندك الحب والأشياء الجيدة تأتي إلى حياتك عن قريب. استمتع فيه أنت وأعطي الحب للمقربين، لأن كلما أنت أعطيت من الحب الذي عندك ستحصل عليه أكثر من مكان آخر عزيزي. أما الصحة عزيزي برج الحوت، إذا كنت هذه بطاقة الصحة، إذا كنت تشكي من بعض الأمراض أو من مرض فهناك طريقة جديدة ربما تتبعها في مجال الصحة، وهذا يشغلك كثيرا، والسبب أنك مررت أو تمر بفترة مرضية تحملت فيها الكثير من الآلام، قد تكون جسدية أو قد تكون نفسية. تحملت كثير من الآلام والأوجاع، ولذلك عزيزي يجب عليك أن تنتبه. تغيير عادات الغذائية كذلك ضروري جدا. ربما البعض يتماثل في الشفاء كليا. وأهم شيء يا عزيزي يا حوت أن تتقبل الوضع الذي أنت فيه، فأنت لست الوحيد الذي تصاب أو يصيبك هذا المرض. ولذلك التنسيق بين الطب التقليدي والطب العربي البديل أو الطب البديل ضروري جدا من الناحية النفسية والصحية. أنت بحاجة إلى رحلة كذلك في الهواء الطلق أو رحلة روحية مع مختصين. هذا كل ما لدينا لهذا الشهر من التوقعات العامة عزيزي الحوت. أما التوقعات الخاصة فيرجى التواصل معنا على الفيسبوك أسرار التاروت. كانت معكم 6 شروق خبيرة تاروت في العالم العربي والأوروبي، وشكرا للمتابعة.